له طريقتين. مبدئيا خليني أقول إنه العلاج بالفن ممكن يتعمل بأدوات كتيرة. أدوات كتيرة بمعنى إنه عندي العلاج الفن المرئي، فاللي هو الرسم والبينتينج والجزء ده. عندي النحت، عندي الحركة، عندي الكتابة، عندي يعني هو له أدوات كتيرة جدا، وكل حاجة فيهم ليها استخدام، لكن هو مجال واسع، أدواته كتير. في حاجة مهمة قوي برضو حاسة إنه هي حاجة ممكن تفيد، عشان ده برضو ممكن حد ما يعرفش إيه الفرق بينهم. عندنا حاجة اسمها علاج بالفن وعلاج باستخدام الفن. هقول الترم بالانجليزي لان هي ممكن تكون اوضح بالانجليزي. في حاجه اسمها art as therapy وart in therapy. لا دي جديدة، دي ما هما مدرستين مختلفتين تماما. لكن طبعا بما اننا بنستخدم الفن في كل الحالات، ففي طبعا يعني حاجات بتبقى داخله في بعض شويه، لكن يعني مش عايزه برضو ادخلك وادخل المشاهدين والمستمعين في حاجات تاريخيه كبيره قوي عن العلاج بالفن. بس هما كانهم خطين، في اتنين حتى هما كانوا اتنين سيدات. واحده فيهم اتجهت للعلاج بالفن في art in therapy، وهي أخذت أساس كده كل الأبحاث، مش الأبحاث، مش عايزة أقول الأبحاث، عايزة أقول الثيوريز اللي هي فالمدرسة دي فيها نوع من أنواع التحليل، فيها حاجات كتيرة جدا من العلاج الكلاسيكي جدا للعلاج النفسي. يعني كأنه في تحليل للشخصية، تحليل للنفسية. كأنه في تحليل للشخصية، في سايكو دايناميك، في رسم وتحليل له وحاجات كبيرة جدا كل مستويات العلاج النفسي اللي هو الأساسي. تقريبا في نفس الوقت الزمني في شخصية هو أخرى